الراجل ده سأل سؤال مهم جدا. يحسها استفزازية، احنا اللي علمناكو، احنا اللي شربناكو، احنا اللي مدري. هو مش سؤال بس، من اكثر الجمل اللي اخواتنا السعوديين بيقولوها، واحنا عندنا الاجابه. سوري، والاجابه بكل بساطه هي لكن ما يحق لك تمين علينا، انه انت في الاخير جيت مقابل مبلغ مالي. بالظبط. الاجابه هي العقليه دي، العقليه اللي فاكره ان طالما صاحب الفضل عليا اديته مقابل اللي هو عمله لي فهو ما بقاش صاحب فضل عليا. ان المدرس العظيم اللي علمني لمجرد ان انا اديته مقابل كان ممكن اديه لاي مدرس ثاني وما يعلمنيش لانه مش عظيم زيه، ما بقاش صاحب فضل عليا لان اديته المقابل. الدكتور العبقري اللي عمل لي عمليه انقذ حياتي لانه اخذ فلوس العمليه دي اللي كان ممكن ياخدها دكتور ثاني فاشل ويموتني، ملوش فضل عليا لانه اخذ ثمنها. العقليه اللي شايفه ان لكل شيء ثمن، حتى الفضل ممكن تنكره بانك تدفع ثمنه، طبيعي هتواجه مشكله مع المصريين. طب خليني اسالك سؤال، انت بنفسك قلت حصل في فترة من الزمن وجود المصريين يعلموا هنا الشعب السعودي، فاحنا نشكرهم، لكن ما له حق انه هو يمين علينا لانه هو جاء بريال، هو ما جاء حبا في السعوديه. حلو، وما كانش على قد السعوديه بس، السعوديه ودول غيرها من ضمنهم مثلا سلطنه عمان. معظم المدرسين اللي هناك مصريين. عمرك شفت واحد عماني طالع واحد مصري يقول له احنا اللي علمناكم؟ لا. ليه؟ لانك عمرك ما تشوف واحد عماني طالع يقول يا المصري يا الطعميه احنا دفعنا لك فلوس اللي انت علمته لنا وانت مالكش فضل عليه. انت مجرد ما بقى معاك فلوس، بص انت نفسك قلت ايه؟ قالوا كنتم متطورين وعندكم علم ولكم تعالوا يلا خذوا هذه الفلوس، تعالوا يا معلمين، تعالوا يا مهندسين، تعالوا يا اطباء. لكن الان الطبيب السعودي، الله تبارك الله على الطبيب السعودي، وفين وصلت مواصيل الطبيب السعودي. هو خلاص انا كنت محتاجك عشان اقوم دولتي، دلوقتي انا قومت دولتي فانت ما عادلكش فضل عليا يا عم، شكرا على اللي انت عملته بس هوينا. طب انت مستني ايه طيب؟ اشمعنى السعوديه والكويت بالتحديد للمصريين دايما بيقولوا لهم افتكروا ان احنا اللي علمناكم؟ لان دول اكتر دولتين بعد ما بقى معاهم فلوس بيعاملوا المصريين معامله سيئه، بيعاملوهم باحتقار على اعتبار ان احنا بقينا اغنى منك، انت كان ليك فضل علينا زمان وانا كنت مستني بس ان انا اعلى عليك شويه، اتكبر بقى واقول لك شوف انت فين وانا فين وبتاع، مع انك ما عليتش في اي حاجه غير الفلوس اللي انت بنفسك قلت ان هي من موسم الحج ومن البترول، يعني مش بسواعد الابناء. يعني الله عز وجل زي ما رزقنا بالحج وفلوس الحج رزقنا بالنفط، صار عندنا فلوس زياده. واسمع كمان الحته دي، اخواني المصريين لا تحسسونا انه انتوا بلدكم كانت متطوره ومتقدمه عن كل الدول العربيه عشان اجدادكم كانوا محتلين العالم وجابوا خيرات وعلم العالم عندهم. لا يا عيوني، انتوا كنتوا متطورين عشان انتوا كان عندكم احتلال، احنا ما كان عندنا. التطور اللي عندكم هذا ما هو شطاره منكم. يعني ايه؟ يعني ايه دولتك كانت متقدمه لان كان عندك احتلال محتلك، انما احنا ما حدش احتلنا فما كناش متقدمين زيك؟ هي بسبوسه بيجي يخلي شبابك بدل ما هم مركزين في العلم والعلوم وتطويرها والحاجات دي مركزين في المقاومه. واقرا عن كفاح المصريين ضد الاحتلال الانجليزي. الاحتلال الانجليزي هو سبب ان احنا كنا متقدمين، اللي جاي في اواخر ايام العثمانيين في القرن ال19. حضرتك احنا متقدمين من 5000 قبل الميلاد. حضرتك احنا تقويم السنه المصريه بتاعتنا معدي 6000 سنه. عندك موقع جغرافي عبقري رابط بين قارات العالم القديم، عندك اهم ممر ملاحي في العالم قناه السويس، عندك ارض زراعيه خصبه جدا، وعندك نهر النيل، عندك اثار وعندك علوم وعندك كل حاجه. فطبيعي انه فكر يجي يحتلني وافضل اقاوم ضده لحد ما اخرجه من بلدي. انت معلش انا اسف في الكلمه، عندك ايه من دول عشان يتم احتلالك؟ ولا انت عايش على الكلمتين بتوع ده الاحتلال الانجليزي هو اللي عمل شبكه القطارات في مصر؟ بس عملوها لنفسهم، ما كانوش عاملينها للمصريين. شبكه الكهرباء لان فعلا الكهرباء اصلا ما دخلتش المنطقه غير ايام ما كانوا هم ماسكينها، وعملوها لنفسهم على اعتبار ان هم كانوا قاعدين ومبلطين في مصر، ما كانوش عاملينها لسواد عيوننا علشان نستخدمها. جايب منين حته ان الاحتلال هو سبب التقدم ده؟ يبقى على كده الاحتلال حاجه حلوه قوي. بص، طول ما في ناس منكره الفضل مصر عليها بتحاول تقلل من قيمه مصر والشعب المصري، شايفه نفسها اعلى من مصر ومن الشعب المصري لمجرد ان هي اتولدت في زمن في مصر بتمر بازمه على حظ الاجيال اللي عايشه وناس الماضي ومش عامل حسابه للمستقبل. طول ما في محاوله للتقليل من قيمه مصر والشعب المصري هتلاقي ناس طالعه ترد عليك، والرد هيزعلك، لان لو حطيت اي دوله اقصد بيها اي دوله على مستوى العالم مقارنه بمصر على مر التاريخ وحط معاهم الحقبه الحاليه في النص، كفه مصر اعلى. وانا بكلمك عن واحده من اسوأ الفترات في تاريخ مصر، بس في تاريخ مصر ككل هي ولا حاجه في عمر الزمن. هي بتمثل لنا اعمارنا بس في عمر الزمن هي ولا شيء. وما تنساش ان في مستقبل، وان مفيش دوله بتفضل واقعه على طول، ولا في دوله بتفضل فوق على طول. ورغم كل اللي احنا فيه معظم مبدعين المنطقه من عندنا. اصرف مليارات على الدوري بتاعك بس عيل صغير من نجريج اسمه محمد صلاح رقم 1 على مستوى العالم دلوقتي من غير المليارات دي كلها، لان الحاجات دي ما بتتشراش، واللي يحط نفسه في مقارنه مع مصر هيخسر. محمد صلاح واحمد زويل ومجدي يعقوب وخلافهم كل دول في فتره تعتبر فتره سيئه في عمر مصر. امال لما ظروف مصر تتحسن وترجع زي زمان ايه اللي هيحصل؟ اتمنى انا وانت نفضل عايشين لحد اليوم ده. وقتها ما اعتقدش ان هيكون في سوشيال ميديا، يكون في حاجه اكثر تطورا، بس اتمنى وقتها ان انا فعلا اتواصل معاك. وكل الاحترام للدوله السعوديه وللشعب السعودي المحترم. اما اللي بيحاول بكلامه يقلل من قيمه مصر فاحنا بكلامنا بنوري له قيمه مصر. ومساء الخير، انا هزيم.